ازاي اعيش حياة سعيدة مع زوجتي واولادي وعائلتي وغيرهم؟ عارف الاجابة هتحتاج كلام كتير، بس لو ممكن طرف الخيط. اول طرف للخيط انك طول ما انت هتدور على السعادة هتعيش تعيس. السعادة ما ينفعش تدور عليها. السعادة بتعيشها نتيجة نجاح العلاقة اللي ما بينك وبين حد من اطراف العيلة في فترة من الفترات، لان ما فيش علاقة هتفضل طول الوقت سعيد. خلاص. فانت بالتالي مش محتاج تدور على السعادة، انت محتاج تدور ازاي تنجح علاقتك بطرف من اطراف العيلة. فانت عشان تعرف تنجح علاقتك، ده طرف الخيط الحقيقي بقى اللي هقوله لك. ان اول حاجه القبول. مشكلتنا ان احنا بنفترض ان القبول او بنفهمه غلط. القبول مش معناه استسلام ولا رضوخ ولا يأس ولا بؤس ولا كل الكلام ده. القبول بكل بساطه هو ترحيب للواقع. انت بترحب بالواقع كده اهو، ان انت بتقول الواقع اهو. ايه بقى الواقع؟ ايا كان ايه هو. فبالتالي الواقع دوت ممكن يكون في اوقات سعيده، فانت بترحب بيه، فانت بتقبله، فبتعيش سعاده متاثره بالواقع. طب اوقات تانية بيكون في مشاكل، فانت بترحب بالواقع بتقبله، فبتعيش مشاكل او مشاعر الواقع نفسه، اللي هو مشاعر بقى حزن، الم، غضب، كل الكلام ده. فانت كونك ان انت متالم متاثر بالمشاعر نتيجه المشكله اللي انت قبلت وجودها، ده بيساعدك ان انت تعرف ايه الواقع فتحله. مشكلتنا ان احنا نعمل ايه بقى؟ بنرفض الواقع وبنرفض المشكلة على أساس إن إحنا كده بنعرف نحمي نفسنا من المشكلة، بس ده من عمره ما يحصل، ده وهم. تخيل أنت رفضت المشكلة مشيت لوحدها، يعني هتروح فين؟ هتفضل موجودة في حياتك طول ما العلاقة موجودة في حياتك. وبالتالي إحنا عاملين بس نرفض وبس ما بنحلش. فالمشاكل ما بتتحلش بتتراكم، والعلاقات بتبتدي تضمحل بالتدريج لحد ما تكون العلاقة دايما فيها مشاكل. القبول بقى بيعمل إيه؟ ان انت لما بترحب بان المشكله موجوده، بتبتدي تواجهها، بتبتدي تشوف، بتفكر في حلول ليها، بتبتدي تشوف ايه المناسب اللي يخلي العلاقه دي ناجحه. ومهم ان القبول يكون من الطرفين، مش من طرف واحد. بالتالي انت لما بتبقى عندك تقبل انه اي علاقه هيكون فيها مشاكل، واي علاقه بينك وبين ايا كان الشخص فيها اوقات مش مريحه بالنسبه لك، خلاص بيخليك ان انت محضر نفسك للمشكله، وبيخليك عندك قدره على الحل وبتفكر فيها لان هي كده كده موجوده. فبتنمي نفسك وبتكبر نفسك. انما الرفض بيخليك جاهل، لان انت مفترض ان انت لما ترفض مش هتبقى موجوده. موجوده حضرتك. فمحتاج تعمل فيها حاجه. طب هتعمل ايه؟ مش هتعرف تعمل حاجة من غير ما تقبلها، عشان تعرف تعيشها فتعمل المناسب ليها. فده أول حاجة. تاني حاجة إن القبول ما ينفعش يكون من طرف واحد، مهم يكون من طرفين. ليه؟ لأنه مفيش إنسان ثابت ولا كامل. يعني مش بس إن الإنسان هيكون عنده مشاكل، ده كمان المميزات اللي فيه مش هتفضل موجودة. ليه؟ لأن هو إنسان متأثر بالضغوطات اللي في حياته، بنموه، بمشاكل أيا كان، بأوقات هينسى، بأوقات مش هيقدر يعملها. فساعتها هتعمل إيه؟ فانت محتاج تتقبل تغيرات الشخص اللي قدامه وتغيراتك انت الشخصيه، وبالتالي الشخص الاخر كمان هو يتقبلك. ومفيش علاقه من طرف واحد، العلاقه بتبني من الطرفين. فزي ما انت هتعمل الاخرين يعملوا. الميزه في ولادك ان هم يتعلموا منك، فانت تقدر ينفع تبقى قدوه ليهم. جاوبتك؟